وتحط لزق في شبشب جوزها عشان اللزق يمسك في رجله وما يتحركش. واول ما بتسمع انه جاي بتطلع لفوق عشان ما يشوفهاش. واول ما بيلبس الشبشب فجاه بيلاقي ان رجله مسك في الشبشب، وحبيبته بتكون عامله كده عشان تعرف تقعد مع حبيبها، وبيلاقي ان حد حط لزق على الشبشب، وبيفضل يزعق ويقول لحبيبته تعالي. بس الولد بيكون ذكي وبيلاقي حديده قدامه وبيسخنها بالولاعه اللي معاه، وبيقدر يشيل اللزق اللي على الارض ده. وبتسمع ان جوزها طالع، واول ما بيدخل الاوضه مش بيلاقيه، وبيدور في الاوضه كلها وبيلاقيه هرب من الشباك. وفي تاني يوم بيحط لزق كتير جدا على الشباك عشان يقفشه بطريقه حلوه وكانه قفش فار. وتاني يوم بيعمل نفسه رايح الشغل وبيقفل الباب، ومفيش 5 دقايق بتجيب حبيبها تاني، وبعد 5 دقايق كمان بيخبط الباب وبيلاقي حبيبتي انا جيت. والولد بيستخبى بسرعه ورا الستاره، وبيطلع وبيلاقي ان اللزق زي ما هو، وبيزعلها وبيقول لها هو راح فين، وبتقول انا مش فاهمه انت بتتكلم على مين. وبعد ما بيدور في البيت كله بيطلع من ورا الستاره وبيستخبى في السجاده، واول ما بتيجي بتقول له السجاده وسخه. وبعد ما بتطلع بيتعصب وبيضرب السجاده، بس الولد بيعمل صوت عشان جت فيه، وبيعرف ساعتها انه جوه، وبينزلها عشان يوديها المغسله، وبيرمي السجاده على الارض وبيحط رجله عليها، وبيقول لها لو ما قلتش مين ده هزوقه واموته. وبتقول له الصراحه ده حبيبي وانا بحبه هو، وبيرمي برده السجاده اللي هو فيها، وبتنزل تطمن عليه الاول، وبقول لها المفاجاه بقى ان انا كنت بسجل كلامك وده الدليل عشان اعرف احبسكم بيه.